يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: يا علي لا يكرهك إلا ثلاث: ابن زنا أو ابن حيض أو مطعون في دجانته. وفي الثلاث أصيب بهم العرعور وذاك الأحقر. يا سيدي، هذا الشعب العظيم الممتد من درعا إلى القامشلي هو شعب واحد، هو شعب متماسك، هو شعب مؤمن، هو شعب مسلم. لا يمكن لحفنة من الجراثيم، حفنة من الصراصير أن يوقعوا هذا الشعب في مصيبة أبدا. كل الدماء التي سالت في سوريا في رقبة العرعور وفي رقبة القرضاوي. ألم يقرأ هذا العرعور؟ أنا أتمنى أن لا تذكروا أنه شيخ. لا تنطلق كلمة شيخ إلا على إنسان تقي نقي طاهر، هذا الذي سال الدم السوري باسمه، يرفع الأذان ضد المسلمين ضد المسيحيين، ونحن أمة واحدة عشنا في كنف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أحبة متقين متسامحين. لم يأتي دين الإسلام برسالة السيف، أتى دين الإسلام برسالة المحبة، برسالة الأخوة. ألم يقرأ هذا العرعور وهذا الساخط الآخر: كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه؟ أين هم من الإسلام؟ في سوريا نعيش كل الطوائف مع بعضنا البعض، تعيش المسيحيين والمسلمين متجاورين متحابين. لا يفكر هذا العرعور، هذا اللوطي الساقط، أن هذه الأمة العربية التي أنجبت على مر الأيام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آدم إلى موسى إلى آخر الأنبياء إلى آخر الرسل، أنها هي مكان العروبة، هي مكان الإسلام، هي مكان التصدي. وليخسأوا جميعا. ستنتصر سوريا وسينتصر الرئيس بشار الأسد وسينتصر هذا الشعب العظيم، هذا الشعب الذي حاولوا فتك به. أهل درعا أهلنا، هم رجال، هم شرفاء. أهل حمص أهلنا، أهل تلبيسة أهلنا، أهل بانيات أهلنا. لكن ماذا تفعل في الصراصير، في الوسافيس، في الشياطين التي دخلت في الليل إلى بيوت الناس؟ أنا أقول لكل الشباب السوري: اتقوا الله. هذا الرجل يرشدكم إلى الفتنة، يدلكم إلى الفتنة، والفتنة حرام. هذا الرجل يدلكم إلى خراب بيوتكم، إلى ترملكم. ونحن غدا منذ غد يجب أن نقف على المنابر ونقول: هذا الشيطان الفظوه من بيوتنا. أنا أوجه لك كل الاحترام، أوجه لك شكرا. كل التقدير. شكرا لك سيد شريف. وفعلا أقول لك: السلام عليك كما سلم رب العالمين على موسى. شكرا لك سيد شريف من دمشق. دكتور علي، قبل أن أذهب إلى فاصل هناك